السلام عليكم، عاملين ايه؟ الريفيو النهارده هيكون عن افضل مرطبات الشفاه اللي انا جربتها، وفعلا نتيجتها حلوه قوي. اول مرطب معانا وهو من لابيلو. الليب بالم ده حلو جدا، من مرطبات الشفاء الجميله جدا اللي انا جربتها. يعتبر احسن ليب بالم، ما بستغناش عنه ودايما بكرره. في منه انواع تانية، دي ترطيب حلو جدا جدا ولمعه كده خفيفه للشفايف. بيخلي الشفايف شكلها حلو وبيرطبها لو انتي شفايفك جافه او من وقت للتاني بتحسيها كده ناشفه. انصحك استخدمي لابيلو، بيفضل كتير على فكره، يعني ما بيقعدش فتره قليله. سعره بقى ممكن من 45 ل50، يعني مش هيزيد عن ده. فمقارنة باللي بيعمله هو سعره حلو جدا، وأجمد ليب بالم أنا جربته. تاني بقى ليب بالم جربته هو كان ليب بالم من وان كولر، مكتوب كولر بوست ليب بالم من اوريفلام. الليب بالم دي كنت جايباها ب55 تقريبا. هو انا تقريبا سعرها في الكتالوج من 55 ل65. بس انا كانت جايالي هدية عشان كنت طالبة منتجات، فكانت جايالي هدية. مقارنة بقى بينها وبين لابيلو، وان كولر حلوة وبتدي برضو ترطيب للشفاف وكده، وريحتها جميلة جدا، بس ما بحسش ان هي خفيفة زي لابيلو. لابيلو خفيفة وشكلها مظهرها عامة جميل، لكن وان كولر حلوة وكل حاجة. لكن وان كولر حلوة بس ما بتديش المظهر الجميل بتاع لابيلو، يعني بتكون قلبة شوية على روج. لكن لابيلو بتكون ليب بالم خفيف، يعني شكلها ليب بالم، لكن دي تحس ان انتي حاطه روج على بقك، يعني مش ليب بالم. بس بترطب برضو الشفايف وكده. هوريكو شكلها من جوه. ده شكل وان كولر، دي العلبه بتاعتها. ده شكل وان كولر من جوه، ظهر لكم في الكاميرا. هي اللون ده، بصوا، هو ده شكلها. يا رب بس يكون واضح لكم اهو. ده اللون بتاع ده اللون بتاع وان كولر. اما بقى هوريكم شكل لابيلو. شكل لابيلو من جوه، شكلها جميل جدا. شايفين لونها؟ طبعا انا مخلصاها لانها بحبها جدا. ده لون لابيلو، وده لون وان كولر. شايفين الفرق بين اللونين؟ فانا بالنسبه لي لابيلو طبعا تاخد رقم واحد، وبعد كده وان كولر. اتنين سعرهم مش غالي وبيقعدوا نفس المدة تقريبا. وريتكم لون ده ولون ده. يا ريت اكون افدتكم في الفيديو، ولو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد.